سمو الأمير، عندي تساؤل ويحق لك عدم الإجابة. تمام؟ من هو الإنسان من وجهة نظرك الذي يستحق أن يقال له والله فلان هذا رجل؟ القرآن بين أن هناك فرق بين قولنا هذا ذكر وهذا رجل. جميل. وجاء ذلك واضحا في سورة النور لما قال الله سبحانه: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. قال في الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إذا تساءل الإنسان: أين هذا النور يا رب؟ قال الله بعدها مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نعرف أنهم رجال لأنهم الله وصفهم من فوق 7 سماوات أنهم رجال. طيب ما هي صفتهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما وهم في المساجد ويذكرون الله، ومع ذلك يخافون، يجمعون الإحسان والشفقة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هؤلاء الرجال وصفهم الله سبحانه في القرآن. والله يا سمو الأمير، يا رب أقدر أو أكون وصلت إلى جزء من هذا الوصف. حسن صعب. ليس المعنى أن غيرهم لا وغيرهم لا ليس برجل، لكن أنا أقصد الله سبحانه ذكرهم بهذا الوصف، قال رجال لا تلهيهم تجارة. لذلك سبحان الله كان الرجل يعني صلاة الجماعة للرجل ليست لغيره. فالحضور الجماعة والحرص على الصلاة فيها واستحضار مثل هذه الآية العظيمة في الفضل العظيم لمن أراد الخير والبركة، وهذه والله أجرها عظيم. في لفتة أخرى أيضا، ما دامنا ذكرنا المسجد والتلاوة، كلنا يريد تجارة لن تبور، صح؟ التجارات في الدنيا تبور وقد تخسر وقد تنجح، لكن إذا وصف الله سبحانه تجارة أنها لن تبور فهي والله لن تهلك ولن تبيد. يقول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله، 3 أمور: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور لذنوبنا شكور لأعمالنا جل في علاه. جل في علاه. أنا سألت هذا السؤال لأشخاص مرة كثير، لكن الرد اليوم من قبلك سمو الأمير مختلف تماما. الله يجبر خاطرك في التعليق.